يعني انا ما اقدرش اقول لحضرتك النهارده انا عشان اعرف العسل جيد ولا لا ان يبقى لونه مثلا اصفر، ولا اقدر اقول لك انه العسل عشان اعرف ان هو كويس يبقى طعمه كذا، لانه كل طعم من اطعمه العسل بيجي من نوع الزهره اللي النحل بيتغذى عليها. تمام. عشان كده انا اقدر افرق بقى كانسان طبيعي عادي، يعني معرف العسل طعمه كويس، لازم هو يديني طعم نفس الزهره اللي انا شاري بيها. يعني شاري عسل موالح. عسل الموالح ده بيبقى عباره عن زهور البرتقال، الاستفندي، الليمون. يعني عسل موالح بيبقى فيه درجة معينة من الملوحة ولا هو اسم مجرد؟ لا الموالح جاية من الموالح. احنا نقول كلمة موالح على البرتقال والاستفندي والليمون، ده احنا بنسميه في عالم النحل الموالح. عسل موالح ده بيدي لك طعم الزهور، كأنك بتاكل حاجة كده فيها زهور. حتى وانت بتاكل العسل تحس انه طعمه كده يعني كأنك قاعد في حديقة، قاعد في جنينة يعني. أستاذ خيري، بمناسبة الطعم العسل، ازاي نعرف العسل الطبيعي من العسل المغشوش؟ شوف، هو عشان تعرف العسل النهارده الناس اللي بتغش العسل بقت متمرسة، وبقى عندهم أساليب كتيرة جدا جدا في الغش. فكل ما انت بتوصل لمرحلة هم بيوصلوا لمرحلة تانية. ما احنا احيانا بنلاقي العسل مثلا في بعض الاستخدامات انه العسل حصل له زي تبلور، او بيقولوا العسل اتجمد. شوف، هو العسل الاول اعرف ان هو طبيعي مش من طبيعي، اولا من الطعم، ثانيا انه العسل لو انا حطيته في ثلاجه وقعد فتره طويله جدا في الثلاجه وما حصلوش عمليه تبلور، يبقى ده مش عسل اصلا. يعني حتى ممكن واحد يقول لي ده عسل مغشوش بالسكر. طيب، العسل اللي هو النحل متغذي فيه على السكر او المحلول السكري ده برضو عسل. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ويخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. يعني اي حاجه هتدخل بطن النحله هتخرج عسل، مصنع العسل. انا عايز بس اعلق على حاجه معينه. ربنا سبحانه وتعالى اختص في القران الكريم بلفظ الشفاء وليس الدواء. ما قالش فيه دواء، قال فيه شفاء. فيه شفاء، ده المعنى ان هو شفاء تام واكيد. انما الدواء ممكن يكون ممكن الواحد يتشفي وممكن ما يتشفيش. انما العسل سبحان الله يعني ربنا اختص ان هو بيشفي حاجات كتير جدا. يعني ممكن يكون حد عنده مرض معين يمشي على العسل فتره معينه، وانا مش بقول الناس تمشي على العسل طبعا انا بقول ممكن يكون حاجه مساعده. فهل الكلام ده حضرتك شفته في ارض الواقع؟ يعني شفت مثلا حد كان عنده مرض معين ولا يا استاذ احمد؟ كنا بنتكلم قبل الحلقه على حاجه زي كده. هو الفكره ان الجزء الطبي احنا ما بنتدخلش فيه وما لناش علاقه. هو طبعا العسل عموما مفيد، ولكن فكره التداوي بالعسل اعتقد ان دي تكون يعني مع مختصين. مع مختصين افضل بكتير. طبعا. فاحنا مهتمين كمان بقى نعرف المواسم بتاعه العسل. يعني دايما يقولوا العسل ده اطفى كذا او ده لسه انتاجه وصلاحيه العسل. انا هجاوب على السؤال الاستاذ محمود الاول، اللي هو بيقول ربنا سبحانه وتعالى قال فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس يعني جزء منه فيه شفاء. تمام. لكن لو ربنا سبحانه وتعالى عايز يبقى شفاء للناس كان قال شفاء للناس. شفاء يعني عمم على كل الامراض انه شفاء للناس. لكن فيه يعني معناها انه في بعض الحاجات ممكن عنصر مساعد في حته التداوي. هو بيساعد بس في العلاج، لكن مش هو العلاج. واخد بال حضرتك ازاي؟ ده بالنسبه لجزئيه العسل. الجزئيه الثانيه اللي كان بيتكلم فيها الاستاذ محمود كان بيقول هو العسل مواسم. تمام؟ العسل مواسم. في عندنا موسم في مصر، انا بتكلم على مصر. عندنا اشهر عسل اللي هو عسل زهره البرسيم، وبعدين عندنا عسل الموالح، وبعدين عندنا عسل حبه البركه. دول اكثر حاجه يعني مشهوره في مصر. وبعدين بيجي جنبيهم الانواع اللي انا اتكلمت فيها في الاول، اللي هو البردقوش واليانسون والكراويه، وفي نفس الوقت اللي هو الاعشاب الطبيه والاعشاب الطبيه. استاذ خيري، انت كام سنه في مجال العسل تقريبا؟ يعني الفتره
الخبره الفعليه في مجال العسل؟ شوف، انا من سنه 92 وانا في العسل. انا اصلا ما كانش ليا مجال نهائي في العسل. انا مهندس ميكانيكا سيارات اصلا يعني ده انت عملت بعيد شفت كارير تماما من هندسه السيارات السيارات الى العسل. ده رحله كبيره. ايوه، لكن اللي حصل ان انا يعني صدفه العمل او الشغل خلتني احتكيت بالعسل، فلقيت انه حاجه جميله جدا. درست فيه كويس وعرفت كل خباياه، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى بقيت يعني كاسم خيري في الخليج وهنا الحمد لله يعني معروف ما شاء الله. لكن لكل مجتهد نصيب يعني. طيب انا برضو عايز اعرف، انا كمستهلك نازل السوبر ماركت بدون ذكر اسامي طبعا للمنتجات. انا نازل بتمشى كده، لقيت حاجات محطوطه على عايز تختار حاجه معينه يعني عسل. صح يا احمد. انا لا، هو الاختيار دايما يعني احنا في عامه الشعب المصري بيبقى في جزء تعود في العسل اللي هو الطعم، وبالتالي لو دخل عليه طعم تاني وهو نفس المنتج كنوع، لو اتكلمنا مثلا عن زهره البرسيم او الموالح بيحس لا مش ده الطعم، مش هو ده. وبعدين اللون بيفرق. يعني هو احيانا بيتكلم انه في عسل معين اللون ثابت على مدار السنه. لا، ما فيش حاجه اسمها عسل لونه ثابت على مدار السنه، لانه العسل نفسه بيبقى فيه تفاعلات داخليه. يعني العسل مثلا هنقول على العسل السدر، لما بقصه اقص عسل السدر دون في الاول الاقي لونه احمر فاتح شويه، يعني داكن سنه بسيطه. تمام. كويس. مع الوقت يتحول لونه احمر داكن. يتحول لونه احمر داكن. ده للتفاعلات الداخليه بتاعه العسل، بس مش معنى كده ان هو بيغير فوائده. لا لا لا، ما هو ده يرجعنا لنفس النقطه بتاعه صلاحيه العسل. لا، العسل ملوش صلاحيه نهائيا. العسل اسال اي علماء اي خبراء، انت لاقي العسل النهارده في الاهرامات من 3000 سنه وموجود في قطعه لحمه كمان ومحتفظ بيها. العسل حافظ لكل شيء. يعني انت عايز تحافظ على حاجه مش عايزها تخرب، حطها جوه العسل. تناول العسل تنصح بايه في الوقت او التوقيت اللي احنا نتناول فيه العسل؟ هل بيفضل ان هو على معده فاضيه او بعد الاكل؟ هو اكيد على معده فاضيه طبعا، ده اكتر حاجه، لانه الجسم بيمتصها بصفه عاليه قوي. ثانيا العسل من الحاجه اللي هي بتدخل على الدم مباشره، يعني مش محتاج عمليه هضم والكلام من ده، هي بتدخل على الجسم مباشره. كويس. فيفضل انها تكون على الصبح حريق. طب فلنفرض واحد ما بيقبلش العسل على الصبح في الصبح او ياكله كده لوحده، ممكن يدوبه في الميه. مش كده، ممكن يعمل حاجه تانية، ان هو يحطه في ساندوتش. المهم ان انا اكله لاولادي بالذات للاطفال، يعني مهم جدا جدا العسل ده. انا عايز استوقف حضرتك في حاجه هنا. يعني احنا دايما اي حاجه بنحب نحليها ينسون او ليمون بنحط شويه عسل. تمام. هل ده فعلا بيعلي المناعه؟ وهل في نوع معين من العسل بما ان انا بقى داخلين على فتره شتاء بيقوي مثلا المناعه عشان الانفلونزا والحاجات ديت؟ شوف، هو العسل علشان خاطر احلي بيه حاجه هيحلي وهيديلك طعم حلو، لكن كفايده اذا مثلا كوبايه شاي سخنه ولسه نازله من على النار وحطيت لها او اليانسون او اي حاجه او حليب حتى وحطيت له العسل، انت كده بتفقد الجزئيه الخاصه بالانزيمات اللي هو النحل فارزها على الرحيق، لانه العسل ده عباره عن رحيق وانزيمات. الانزيمات دي بتفرز من معده النحله علشان يبقى زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه شفاء للناس. اذا وصل درجه الحراره بتاعته فوق 60 درجه مئويه، انت كده فقدت الناحيه الفايده بتاعته. يعني المشروب يبقى دافي؟ يعني المشروب فاتر. عموما يبقى دافي فاتر يعني فاتر 20 درجه بتاع، يعني يا دوبك اقل من ان هي تكون دافيه شويه. يعني بننصح ان الناس تحط العسل خام او تاخده خام من غير ما تضيف عليه اي حاجه. انا كنت شفت لحضرتك فيديو عجبني جدا، واقف بتتكلم في خليه نحل كده. والناس طبعا على بيجي في اذهانها ان احنا ممكن اي حد يصدر نحل يستورد، قصدي يصدر عسل يستورد عسل، بس حضرتك بتتكلم ان احنا ممكن نصدر نحل. ده حاجه جديده، يعني انا اول مره اسمع ان في نحل بيتصدر. انا سمعت في كلاب بتتصدر يعني النحل دي بالنسبه لي كانت حاجه جديده. احنا الدوله الافريقيه الاولى
على مستوى العالم العربي يعني وافريقيا. معلش انا بدون مقاطعه حضرتك، ده حضرتك فيديو ليك وانت كنت يعني في المنحل. مش بتخاف وانت جوه كده، عارف يا استاذ احمد، ان حد بيشوف نحله من بعيد بيطلع يجري يروح ياخد شارع تاني؟ هو غالبا النحل بيبقى دخل عارف ما شاء الله في وسط النحل بيبقى عارف الناس اللي بتتعامل معاه، النحالين وكده. هو بص، هو النحل بالذات مش عمليه تعود. هو النحل انت داخل عليه وضعك ايه؟ هل انت خايف؟ اكيد. ولا مش خايف؟ لو انت خايف النحل هيقرصك. ازاي يعني؟ هل النحل بيستشعر ان اللي داخل عليه ده خايف منه مثلا؟ لانه جسمنا بيفرز انزيمات، بيفرز عرق اللي هو عرق الخوف، فالنحل بيشمها. انا اسمع ان الانزيمات دي في الكلاب. نفس انما النحل في نفس الموضوع. يعني تخش وتجمد قلبك في الموضوع. لو انت بس هتتقرص بس البدله دي اكيد بتحميه. طبعا ده عمر مسلم بيه. انا ابني كان عنده يمكن 10 سنين، انا كنت داخل بالبدله، هو كان داخل عادي، وكان في وسط النحل وبيناولني البراويز وبيناولني الحاجه وماشي قدام النحل، ولا نحله واحده قرصته. التاني جه ولبسته القناع ووقفته بره عشان واقف خايف، النحل دخله، ما اعرفش دخله منين، كله. لابس قناع بس ولا قناع وبدله؟ عشان لا ده هو قناع، لان هو كان صغير. قناع ببدله. ببدله نزل لتحت، فهو نزل من تحت البدله ودخل قرصه. يعني دليل على انه انت داخل وضعك ايه للنحل. في جزء في العسل مش مهمل، بس بيبقى له بعض الناس اللي بتحبه، ومش في المجمل الناس بتفكر فيه او بتجري وراه قوي زي العسل، وهو شمع العسل. طيب انا عشان الاول اجاوب على السؤال اللي هو بتاع اللي احنا بنصدر النحل. بالنسبه للنحل، احنا الدوله الاولى على مستوى افريقيا والعالم العربي ان احنا بنصدر النحل. وصناعه النحل في مصر صناعه كبيره جدا جدا جدا، بل بتدخل الاقتصاد القومي دخل كبير جدا جدا جدا. احنا بنصدر نحل، بنصدر خلايا، بنصدر براويز، بنصدر أقنعة، مدخنات، كل جميع مستلزمات الحاجات الصناعة بقى اللي هي بتستخدم في الصناعة. دي صناعة كاملة. يعني ما فيش حد بينافسنا فيها؟ يعني هي مصر واخدة؟ ما فيش دولة في أفريقيا ولا في العالم العربي. احنا بنصدر ل 19 دولة ما شاء الله، بنصدر ليها نحل وأدوات نحل. يعني أنا لما كنت بره كان كل استيرادي من مصر، حتى لما حاولنا جبنا نحل من أستراليا وجبنا نحل من أمريكا ومن الفلبين، النحل الوحيد اللي اعتمد هو النحل المصري، لانه الافات اللي فيه قليله جدا. لكن النحل الثاني بيبقى فيه افات عاليه، فدي ممكن تضر البيئه اللي هو النحل عايش فيها، او النحل اللي هو بتاع البلد اللي انت عايش فيها. لانه البلاد اللي احنا بنتعامل معاها، يعني احنا مثلا بنتعامل مع شمال افريقيا كلها، دول الخليج كلها، اغلب دول افريقيا، واخد بالك ازاي؟ فالحاجات دي هم عندهم النحل بتاع بلادهم، فبيخافوا عليه من انه هو يحصل فيه عدوى او حاجه زي كده. جميل. لكن النحل المصري هو اكتر نحل ثبت وجوده في كل الدول ده. جميل جدا. طيب انا عايز اسال سؤال مهم جدا. اتفضل. في اختبارات معينه بتتعمل للعسل؟ جوده العسل، هل ليه اختبار بيثبت فعلا هل ده منتج جيد، ممتاز، جيد جدا، رديء؟ الاختبارات دي بتتعمل فعلا؟ انت لو وديت العسل لاي مختبر، طالما هو خارج من بطن الخليه هو عسل. بمعنى يعني هو مجرد ما خارج من بطن الخليه يبقى هو عسل، فمصرح بيه وده كويس وطبيعي. انا اقول لك على حاجه، انه شركات الادويه بتستعمل العسل في المنتجات بتاعتها. الادويه؟ شركات الادويه بتستعمل العسل في بعض المنتجات اللي هي فتح الشهيه وللاطفال وحاجات كتير جدا. بس هم بيشترطوا علينا في العسل انك علشان تنتج لي عسل انا عايز عسل النحل ما يجيبوش من الزهور. بالمناسبه دي بقى انا مشترك في جروب نحالين على الفيسبوك، وكانوا بيتكلموا في النقطه بتاعت لا ده متغذي، لا ده مش متغذي. ففي بعض الكومنتات بتقول انه لا، ما هو طبيعي انه النحل يتغذى، لانه النحل هيعيش ازاي؟ لا، هو اللي بيغذي مش طبيعي ان انت تطلع عسل بيور 100% وتغذيه، ده مش طبيعي. لا انا بتكلم على النحل نفسه، يعني دوره حياه النحله. انت بتيجي عندك فتره من الفترات بتغذي النحل لانه ما فيش رحيق، لكن لو في نحال شاطر بينقل من مكان لمكان لمكان. ليه؟ احنا عندنا الحمد لله عندنا مواسم على طول السنه ان شاء الله. يعني احنا عندنا في مصر مواسم على طول السنه، ما فيش وقت ما فيش موسم. مثلا لو احنا قلنا دول ثانيه
احنا بنصدر لهم النحل كل موسم. ليه؟ لانه بعد الموسم النحل بيموت، ما عندهمش موسم تاني بعديه الا بعد فتره طويله. تمام؟ فعشان هو بعد فتره طويله فالنحل بيموت، او ان هو بيغذيه، حتى لو غذاه بطريقه غير علميه مظبوطه برضه بيموت. العبوه يفضل تكون بلاستيك ولا عبوه زجاجيه؟ طبعا الزجاج افضل. والمعلقه، لان برضو لاحظت في الفتره الاخيره انه بعض المحلات وهي بتبيعه بيبقى معاه معلقه خشب، وممنوع ان احنا نستخدم المعالق العاديه. لا طبعا انت تقدر تستعمل اي معلقه عادي، معلقه الحديد عادي تستعملها عادي. والدليل على كده انا نفسي اتفرجت قبل كده على حد بيتكلم بيقول ممنوع تحط معلقه حديد معدن اللي هي الستانلس في العسل، وده كلام غير منطقي. ليه؟ لان احنا عندنا في عالم العسل بنفرز، لما نيجي نفرز العسل بنقشط البرواز نفسه بسكينه، فمده وجود السكينه على البرواز في العسل اطول من مده وجود المعلقه جوه العسل وانت بتاكله. فما بتؤثرش، مش مؤثره. لا طبعا يعني. مش مؤثره جدا الا في حاله واحده، في حاله غذاء الملكات. لو انت عندك عسل وخالط معاه غذاء ملكات النحل، لا يفضل ان انت تستعمل معلقه بلاستيك او معلقه خشب، لكن ما تستعملش ابدا معلقه حديد. نسيتني في موضوع الشمع على فكره، ما قلتليش موضوع الشمع. الشمع طبعا الشمع ده حاجه مفيده جدا جدا. ده بيطهر المعده، بيعقمها، بيساعد على التئام بعض الجروح، اللي جوه المعده زي القرحه والحاجات دي. يعني يتمضغ ويتبلع. انا فهمت من هو حضرتك كنت لسه هسأله انه مش مجرد يعني مضغ بس. هو المضغ في ناس بتمضغه وبترميه. بالظبط. ما اكيد هترميه. لكن اللي اقصد ما يفضلش يمضغه. وانت بتاكله الفتات بتاع الشمع نفسه كله بينزل مع العسل، بيتبقى جزء بسيط دون لو انت بتندغه. تمام؟ ده بيقتل كل الجراثيم اللي في اسنانك وبيقويها وبيقوي عضله الفك. ده حاجه ممتازه جدا. ثانيا احنا الشمع دون بنطلع منه حاجه اسمها البروبلس، او بيقولوا عليه العكبر، او في مسمياته كتير. بس وغراء النحل والكلام ده. بس فوائده لا عاليه جدا، لان ده يعتبر انتيبيوتيك. ده يعني احنا موجود في البيت كانه صيدليه، بيعالج حاجات كتير جدا. ده بيبقى عباره عن يعني حبيبات ولا بودر؟ لا بودر. خارج من ايه بقى؟ من الجزء اللي هو بيتقشط من البرواز من فوق. اللي هو بيقفل البرواز. ده بيقفل البرواز، يعني معناه انه بيعقم العسل. انا سريعا قبل ما نختم حلقتنا عايز من حضرتك نصيحتين مهمين جدا لحد عايز يفتح مشروع ويبدا في هذا المجال. هل الموضوع محتاج راس مال كبير ويبدا ازاي سريعا؟ والنصيحه الثانيه لاي حد نازل يشتري عسل من اي سوبر ماركت. اللي عايز يفتح مشروع مش لازم راس مال كبير، هو ممكن يبدا مثلا ب 30 خليه. تمام؟ ويبدا يشتغل عليهم ويتفرغ لهم، او يستشير حد يكون بيفهم في العسل كويس او في النحل كويس يساعده. وبعدين احنا عندنا الحمد لله رب العالمين البلد كلها فيها زراعات كتيره جدا جدا. يعني مثلا خاصه في الارياف، انت في الارياف بتبص تلاقي بتزرع البرسيم وجنبيه واحد تاني بعد كده بيزرع الذره، وبعدين واحد تاني بيزرع بتاع بسم الله الرحمن الرحيم الذره العويجه، واحد بيزرع اعشاب زي عباد القمر وعباد الشمس منتجات كتير، ومنها البركه كمان. في ناس كانت بتتخيل ان البركه بيطحن حبوب البركه لا على العسل. لا دي ظهرت، لكن ده ظهرت حبه البركه. تمام. واختيار بقى العسل نفسه. اختيار العسل عاده اللي احنا متعودين عليه هو عسل زهره البرسيم. ده لانه طعمه مستصاغ للجميع. تمام. للصغير وللكبير. لكن في ناس بقى بتحب حبه البركه عشان كنوع من العلاج شويه. معلومه اخيره وسريعه، لما العسل بناكله ونحس ان فيه زي سكر زياده، او بمعنى اصح يعني بيأثر قوي في البلع، ان هو يعني حامي. لا ده حسب نوع العسل. لو ظهرت البرسيم لا لو ظهرت البرسيم وفي حاجه زي كده لا. يعني هو المفترض ان هو يبقى طعمه مستساغ. مستصاغ للكل، ويبقى طعمه اصفر داكن سن بسيطه قوي. تمام. حضرتك شرفتنا يا باشمهندس خيري، وان شاء الله لينا حلقات قادمه باذن الله. باذن الله. والمره الجايه يكون في المنحل بقى علشان يبقى ننزل نصور على الطبيعه ومحمود عايز يدوق. انا عايز اروح اتقرص مش موجودين في شرفتني والله، وكانت حلقه جميله واستفدت بمعلومات هايله جدا، لان العسل مش مجرد منتج على الرف،
العسل ده رحله كبيره جدا، بتبدا من اول النحله الشقيانه اللي عماله تلف لحد المصنع. شرفني وجودك. شرفتنا يا باشمهندس وشرفتونا ونورتونا، ونتمنى ان احنا نقدم معلومات جيده الحلقه القادمه ان شاء الله، ان شاء الله، وتكون حضرتك معانا باذن الله. الله يخليك، الشرف ليا. فاصل سريع جدا واستنونا، ويا رب يكون يعني ساهمت في الافاده في اي شيء حتى لو بسيط جدا. شكرا شكرا يا فندم. نطلع لفاصل سريع جدا، استنونا. هذا البرنامج برعاية